إزاي تصنع العميل بتاع بكرة. يعني دايما الناس الشاطرة اللي بتنجح في التسويق هي اللي بتعرف تصنع عميل بكرة. معظم الناس لما بيجي دلوقتي هم عندهم حاجة عايزين يبيعوها، منتج عايزين يبيعوه، هم بيحاولوا ان هم يبيعوه دلوقتي، بيحاولوا ان هم يبيعوه حالا. الناس الشاطرة هي اللي بتخلق حاجة اسمها ليد جنريشن، ازاي يقدروا ان هم يشتغلوا على اللونج تيرم ان هم يبنوا العميل. فرق ما بين شخص بيعمل ماراثون وشخص بيعمل سبرنت. الشخص اللي بيعمل ماراثون هو ده اللي انت بتنزل علشانه كونتنت، بس انت بتقيس نجاح الكونتنت بتاعك عن طريق ليد ماجنتس. الليد ماجنتس دي ممكن تكون PDFs، ممكن تكون حاجات فور فري، ممكن تكون حاجات مدفوعة بس بقيمة صغيرة بتكواليفاي فيها العملاء اللي بيتفرجوا عليك. هل كلهم متابعين بيشاهدوا بس، ولا فيهم حد بيبقى مهتم ان هو يدفع فلوس؟ وحسيت بقيمتها اكتر نتيجة ان في ناس كتيرة قوي ما بتعملهاش، هم عندهم حاجة عايزين يبيعوها. يعني لو اشتغلت على اللونج تيرم هيبقى سهل جدا ان انت تبيع على الشورت تيرم، لانك هتفتح ماراثون بس انت عندك باك جراوند ناس تقدر ان انت تبيع لهم. هنا بيجي بقى قدرتك واستخدامك للادوات واستخدامك للافكار. ايه الليد جنريشن ايدياز اللي انت ممكن تعملها؟